هاي ماما افريكا، عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ مش تقولوا لي نعيم الحلقات لسه حالي كده ومظبط الدنيا كده ونتفرج على مباريات مصر في الشوط الاول. انا اللي بقوله ده دلوقتي في الشوط الاول، بعد كده هعمل فيديو للشوط التاني يعني. بص في لخبطه هتحصل يعني عامه يعني. انت الماتش النهارده، ايه رايك في الشوط الاول؟ ماما افريكا ايه بتعمل لك وانا عايز اسال سؤال المخرج. انت ليه بتصور الراجل اللي لابس لي تيشيرت الريال، لابس لي تيشيرت الارسنال، والست البارده اللي عماله تشرب البيبس بقالها نص ساعه؟ ما تخلصيها يا بنتي، تخلصيها يا ماما، خلصيها يا حيوانه. اللهم اني صايم. الناس ما عندهمش دم. وايه ده؟ ايه في ايه فرقه ايه منتخب ملاوي ده؟ يعني منتخب مصر الفرقه كلها صايمه تمام. كسبت 3-0. امال لو هي فايقه يعني، هي لو كانت شاربه وبتعمل هتعمل ايه؟ مش فاهم. انت عايز ايه؟ انت هتقول لي دلوقتي انا جاي اكلمك في تحليل مباراة مصر وملاوي هتقول لي كذاب؟ انا كذاب عشان ما اتفرجتش يعني. الحاجه الوحيده اللي اقول لك في الشوط الاول اللي محمد صلاح، اللي طارق حامد جاب اول جون دولي في حياته في المنتخب، وعمر مرموش جاب جون برضو يعني. بصوا عامه الماتش اللي فات بتتشط يعني، هو شاط الكوره وخبطت في المدافع، فالمدافع حب يجامله فقال له انا شوطه فيك تخبط فيا تيجي جون. مشي يعني، مشي الدنيا، مشي الدنيا يعني. هو الواحد اقول لكم ايه يعني، أنا في ايه، انا مش عارف. هو محمد صلاح عمل بصراحه كوره جميله حلوه بين مصطفى محمد وبتاع، وانا اتفاجئت من حاجه كده غريبه عملها فيتوريا يعني عامه يعني. ده يعني رايي الشخصي، واللي هو ملهوش اي قيمه يعني، بس انت تسمعه غصب عنك. حوار فيتوريا ده استغربت من الخطه لما خلى محمد صلاح ما تعرفش هو مهاجم تاني ولا مركز 10. بس اللي شفته في الملعب اللي هو ساعات يعني في تبادل بين اللعيبه، بين زيزو ومحمد صلاح في التلت او في الجناح. بس انت المفروض انت كده كده بتلعب ملاوي، فانت مش هتحس بتاثير نجاح الخطه دي، مش عشان صلاح جاب جون، بس هتحس بتاثيرها السلبي او الايجابي لما انت تلاعب فرقه تقيله او سوري يعني، مش هي طالبه معايا فرقه وخلاص، مشيها مشي الدنيا تمام. ده المفروض هتبان هي سلبيه ولا ايجابيه. بس بالرغم اللي احنا شفناه مع كلوب، مع فرقه الى حد ما كويسه، صلاح ما قدمش بجنيه يعني، ما طلعش نار من بقه زي السنه اللي فاتت اما كان جناح بس في التلت الاخير اللي هو يا دوبك انت بتديله الكرة قدام الجون. وانا عايز حد يوزع لعب، مش صلاح هو اللي يوزع لعب، مش عشان هو عنده الخبره وبتاع، انا عايز اللعب هو اللي يجي لصلاح. هي ما فيهاش حاجه لا مؤاخذه يعني، انت ليك رجلين وليك ايدين وتعمل اللي انت عاوزه. ويا شناوي ركز شويه، ركز شويه عشان انت مريح. ويا هاني وحات امك، باص يا عدل، باص يا عادي، خليك عادي، مش لازم تخلي العيال تجري كتير. ايه يا عم ده انت ما بتجريش اصلا. ف anyway كويس. وحاجه يعني هقولها للمخرج، برغم ان انا كنت يعني الواحد صاحي حلقه بدري عشان يتفرج عشان مصر، اتفرج على مصر وانت كسرت بخاطره. الله يسامحك، انا مش حاسبن عليك. ليه؟ عشان انا عليا النعمه، انت جبت لاجل للمعلق محمد علي قال لك مرموش حضن رامي عاشور. وايه مين رامي عاشور ده؟ لا مؤاخذة ما انت خلاص يعني الحياه بقت كلها وسط خلاص، انت عايز ايه من الدنيا؟ انت عايز ايه من الدنيا؟ مش عايز حاجه، مش عايز اي حاجه. كده حلو قوي، بونسواغ فاهمني، كده حلو. وانا اللي سايب عليا والله وائل جمعه. بص هو المحللين بتوع الاستوديو بتوع يجي حوالي المخرج فاهم بيشوق ولا تدوق يعني فاهمني، يعني هو بيصور الجماهير، معرفش يصور الجماهير على ايه. والمشكله اللي الفيديو بيتعاد يعني، انت ما بتجيبليش ايه اللي حصل، انت بترخم يعني.
انت مثلا ما ادولكش فلوس في الاخراج، عارف انت اللي يبقى ماسك كاميرا وهو اصله ميكانيكي، اللي هي حاجه ملهاش دعوه بالكاميرا اصلا، يعني مش عارف. حتى هو في الاعاده، يا لهوي ده كويس اللي احنا شفنا الاجوان اصلا، يعني الحمد لله اللي احنا شفنا الاجوان اللي هي ايه، بانت يعني الحمد لله. ويعني ربنا يسهل لمنتخبنا، ويا رب يعني كده نشوف الشوط التاني. والله يعني الشوط التاني ما فرقش عن الشوط الاولاني بحاجه غير بالهدف بتاع زيزو وجابه، وفيتوريا قال له ايه، مع السلامه بعد اذنك بره بتاع. اللي خلى يعني فيتوريا عمل ايه، اللي هو طلع الشناوي ونزل محمد صبحي. والمفروض يعني انت بقى كده خلاص، انت كده كده كسبان، والفريق انت كده كده عارف اللي هو مش هيرجع اصلا. نزل غير الفرقه كلها، جرب شوف. انا مش عارف انت ما نزلتش عبد القادر ليه، ما نزلتش يعني، جاي تنزل امام اديله فاول الشوط على طول. مين يا جدعان، محمود حماده ده انا مش فاهم يعني. انا مش فاهم ينزل على امام عاشور ليه، مش فاهم. يعني امام عاشور سنه صغير خلاص. انا كشخصيه انا ببقى مقتنع على فكره، ده مش انتقاد عشان الفرق، لا عشان انت المنتخب تعبان، انت فاهمني. بس انت طارق حامد 34 سنه، وحمدي فتحي ما بتلعبوش ليه؟ هل في تكتيك في دماغك عايز تغيره؟ بعيد عن القرف اللي احنا شفناه في المخرج، عشان انا صايم فمش هينفع اشتم. بس المفروض يكون في سنز شويه يعني، فاهم، في نظام انت كده كده خلاص 3-0 في الشوط الاول. طلع محمد صلاح مش فارقه، كده كده انت كسبان خلاص. خلي فرق زي اللي انت عملت، نزلت مصطفى محمد. طب انت نزلت مصطفى محمد، ما نزلتش ليه؟ مش عارف. اغير تنويع للفرق للمنتخب او للفرقه، حتى للخطه وبتاع. تمام. حتى انا حسيت برضو في الماتش نايم، انا حاسس الماتش نايم. فيش. انت هاني لعب كويس، المنتخب عامه لعب كويس، مفيش حد وحش. وكمان اللي هيبقى وحش هيبقى حلو، يعني اللي هيبقى وحش هيبقى حلو، عشان انت بتلعب فرقه مش تعبانه. ده محمد علي بقى قاعد يقلش عليهم. دول بيقول لك مش خدوا للاربعه، خدوا بالجمعه يعني. عسل انت يا محمد، والله العظيم يا استاذ محمد، حضرتك انت دمك خفيف جدا. يعني انا حتى قلت ها ها ها، يعني اللهم صل على النبي عليك يعني. تحيا مصر، تحيا مصر، تسلم. يعني حتى برضو الراجل مل، يعني انت وكمان الماتش خلص في الدقيقه 86، قال لك المصدر ومش المصدر وبتاع يعني. يعني هو ماتش يعني فاهم، الواحد ما يستحيش يتفرج عليه. بس يعني اكل العيش، والاكل العيش مر يعني. انت تقول لي مالك فشخ ضب كده ليه؟ مش عارف والله يعني. انت عايز تقول لي لا لا اكلمك وبتاع؟ لا احنا ممكن نتكلم كده في كام نقط بسيطه نتكلم عليها. حوار اللي انت لما تلاعب، او بيقولك في شهر 6 يعني 4/6، الى حد ما فهمت يعني 4/6 هتلاعب اثيوبيا. والماتش اللي هتلاقيه الوحيد اللي ممكن تتحط فيه في ضغط سيكا، تلعب ماتش غينيا تصفيات. غير بقى معرفش بقى انت التوقفات الدولية بقى تبقى ماشية معاك ازاي. النقطة اللي خلتني برضه اتكلم فيها، اللي انت تخلي صلاح في التلت الاخير، متخلوش مركز 10، مش هو اللي يوزع، لا هو الفينشر الاحسن، هو مصطفى محمد ومرموش. بس مرموش لسه ليه؟ بيبقى بحالات يعني، اللاعب مش مزاجنجي، بس هو لاعب حلو، جسمانيا حلو والله اكبر عليه. بس انت دلوقتي بتتكلم في نقطة ايه اللي هي ايه، وتسمع الكلام يا استاذ فيتوريا، ان انت تعتمد على الشباب، عشان انت برضو البدني ده بيفرق. وانا ما اكدبش عليك، طارق حامد راجل وكل حاجه وبتاع، بس خلاص 34 انت عايز شباب. طب ما ده هيبقى السبب اللي هو مثلا ما تنزلش حمدي فتحي اللي هو راجل برضو يعني عادي يعني معلم، بتنزل عليه
اللهم صل على النبي، محمود حماده. يا عم انا شايفه عادي، ممكن يبقى بديل كويس، ممكن يكون بديل. ولو هو يعني فاهم، ده لو انت اتحطيت انت كده كده هتبان، كل ده هيبان لما تلعب فرقه تقيله. هتبان اللي محمود حماده ده كويس، بيلعب تحت ضغط كويس. محمد حمدي كويس، بس هو مفيش غيره حاليا اللي شايفه هو حاليا هو اللي احسن واحد حرفيا. النني لا النني مصاب سوري. النني كيكي كمان يعني ممكن يلحق، بس النني كبير برضه يعني فاهم، ما فارقش. بس انت برضه بتتكلم في نقطه ايه؟ انت المنتخب التشكيله بتاعتها حالتها كويسه. حتى اللي عجبني كمان في التحليل، هما بيتكلموا بين المخرج والمخرج اللي هو كالعاده بيوقف الماتش بمزاجه وبتاع، تحس ان الناس بيتكلموا في التليفون يا حيوان ما تصورش جمهور، وهو تلاقيه نايم اصلا جايب الكاميرا كده يعني فاهم، هو ساب الكاميرا اما الكاميرا عملت جابت كده مش عادي. اللي عجبني اللي بيقول لك ايه الفرق بين كروش والفرق بتاع فيتوريا، في مدرب فيتوريا ما اتحطش في مباراة ضغط جامد قوي غير ماتش بتاع بلجيكا، بس انت عارف اللي هو ودي وكورته حلوه، مدرب يبان عليه كويس، بس برضه ما تحكمش عليه، برضه. ليه؟ عشان انت هتتحط في مباريات بقى التقيله اللي هيبان هو صح او احنا اللي غلط. انا بقول لك الاسباب دي يعني، اكتر واحد كنا بننتقده وهو عمل لنا ازاي. انتوا ما بتفهموش في حاجه، هو كروش. انا بقول ليه برضه في حوار فيتوريا ده، عشان انا مش عايز يعني اخش في تجربه اللي هي ايه، اللي انا يعني انا كنت وانا صغير كنت عايش بقى اللي هي مصر ايه كانت بتنايم افريقيا من امبارح اللي هي من 2006 وبتاع. يعني انا بقى بقيت واعي كده وفوقت لقيت مصر يعني في تصفيات يا جدعان ما تأهلناش فيها اصلا، اللي خدت فيها كونت ديفوار افريقيا في مره في 2015 ولا 2014 يا رب. انت فاهم دي مصيبه دي. ما علينا، ربنا ما يذكرنا يعني يا رب ما نفتكرها تاني. فانت دلوقتي كويس وبرضه انت بتلعب ملاوي، فانا زي ما بقول لك تاني انت هيبان، بس طريقه اللعب اللي هيبقى مبسوطه. صلاح مبسوط، الحاله كويسه، الحاله جميله. واللي عجبني برضه اللي هو مفرقش عن كيروش، اللي هو بيختار لعيبه من بره الاهلي والزمالك، ودي ميزه كويسه. بس مش على يعني ماشي معاك يا عم مع محمد حماده يعني محمود حماده بتاع فاركو، تمام معاك. ومحمد علي كان قايل لك من فيوتشر يعني زي العسل، زي العسل استاذ محمد علي، فعادي ما فيهاش اي حاجه. بس خلاص ربنا يسهل ويا رب يعني كده مصر تكون بطريقه لعبها ده يكون مفرح، فعلى الله التسهيل. وكل سنه وانتم طيبين وصوما مقبولا وافطارا شهيا. سلام.